دلوقتي في ناس بتطلّق وبتقول إن الطلاق ده ما وقعش عشان خاطر ما وثّقوش في المحكمة، هو إمم. هل الطلاق لازم يتوثّق عشان يبقى صحيح؟ المسألة دي منتشرة جدًا، جدًا، وفعلًا شكرًا على السؤال ده. يا إخوانا لو سمحتوا ركّزوا في المسألة دي، في عندنا قواعد شرعية لازم تفهمها الأول قبل ما نتكلم في المسألة دي. بالأمس والله برضه جالي السؤال ده وقبل أمس وكل شوية ييجي لي السؤال ده، لازم نروح نوثّق في المحكمة عشان الطلاق يقع؟ القاعدة الأولى المتفق عليها عند أهل العلم: الأصل صحة الأقوال والعقود حتى يرد دليل بالبطلان. ده رقم 1. رقم 2: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة فقهية مهمة جدا، ألا وهي في الحديث النبوي: وكل شرط ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله فهو باطل 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 وإن كان 100 شرط. يبقى ما تجيش تشترط شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، النبي بيقول لك اهو باطل 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 ولو كان 100 شرط. القاعدة الثالثة ودي مهمة جدا وناس كتير بتقع فيها، ألا وهي: وكل شرط حلل حراما أو حرم حلالا فهو باطل 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 وإن كان 100 شرط. يبقى دي القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: لا يوجد عالم على وجه الأرض قوله معتبر قال إن الطلاق الشفوي لا يقع حتى يوثق، وإنما اختلفوا بين الاستحباب والوجوب إذا طلق ولم يشهد. هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم قالوا إن الطلاق يقع وأن الإشهاد على الطلاق مستحب، والدليل أن الله عز وجل قال: إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. قال لك ربنا قال أشهدوا ذوي عدل، الإشهاد هنا ده للاستحباب وليس للوجوب. والدليل الثاني من السنة أن ابن عمر لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، لأن هو طلق زوجته وكانت حائض، وهنتكلم في المسألة دي بعدين. لو راجل طلق زوجته والدم بينزل عليها أو هي في مرحلة النفاس هل يقع الطلاق ولا لا؟ هنتكلم فيها. إن ابن عمر أرجعها ولم يشهد على الطلاق، يعني هو طلقها ولم يشهد على الطلاق. عندك رقم 3 في قاعدة مهمة جدا جدا، ألا وهي: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إيه؟ يعني القرآن بينزل والنبي بيبلغ والصحابة بيتجوزوا وبيطلقوا، مفيش لم ينقل إن أحد من الصحابة أنكر إن طلق ولم يشهد، بل كانوا يطلقون من غير إشهاد ولا يوجد إنكار. وكانت المسائل هذه كثيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانت واجبا أو لو كانت شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور برضو بيقولوا: هو انتوا عندكم كل كلمه بيقول ربنا بيقول فيها اشهدوا تبقى واجب؟ قالوا له اه. قال لهم لا، لان ربنا قال واشهدوا اذا تبايعتم. خلاص بقى انا عشان اروح اشتري 2 كيلو رز ولا 2 كيلو خضار ولا 2 كيلو خيار اجيب اتنين معايا يشهدوا ان انا حضرتك اشتريت وبعت واشتريت؟ مفيش كده. محدش من اهل العلم قال كده. قال لك لا، الاصل هنا الاستحباب. اخر حاجه قالوها ان الطلاق ده من حق مين؟ من حق الزوج ولا الزوجه؟ من حق الزوج. هو الزوج محتاج إشهاد أو محتاج إذن من حد حتى يباشر حقه؟ ده قول جميع أهل العلم. القول الثاني قول ابن حزم وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن الإمام الشافعي رجع عنه. يعني الإمام الشافعي ليه روايتين، مرة قال بالوجوب ومرة قال بالاستحباب. آخر حاجة استقر عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد في مصر قال لك لا، الإشهاد مستحب. ابن حزم قال لهم لا، الإشهاد واجب. ليه؟ قال لهم الدليل عليكم في نفس الآية اللي انتوا احتجتوا بيها. جبتها منين يا ابن حزم؟ قال لك لأن ربنا قال: فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. فربنا بيقول اشهدوا. الاصل لما ربنا يقول لي اعمل الحاجه، الاصل في الامر الوجوب ولا الاستحباب؟ الاصل الوجوب مش الاستحباب. قال لهم رقم 2: عمران بن حسين رضي الله عنه وصحابي جليل سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. يعني ابن حزم بيقول لهم لازم عشان يطلق يشهد، ولازم عند الرجعة يشهد. دي مسألة تانية. لو راجل هيرجع زوجته لازم يكون في شهود، دي مسألة تانية هنعملها إن شاء الله بعد الفيديو ده. ابن حزم رحمه الله تعالى الخلاصة بيقول لهم لازم يكون في إشهاد على الطلاق ويكون في إشهاد على الرجعة، لأن ربنا قال اللي مش هيشهد في الآية دي يبقى متعد، بدليل إن ربنا قال بعدها: ومن تلك حدود الله فلا تعتدوها. فابن حزم بيقول اللي بيطلق ولم يشهد وبيرجع زوجته ولم يشهد فده متعد لحدود الله. طبعا يا إخوانا لم يقل أحد بأهل العلم إن الطلاق الشفوي لا يقع، كلهم قالوا يقع حتى ابن حزم رحمه الله تعالى. بس بالله عليك نفهم، ما يجيليش راجل قال لمراته أنت طالق يقول لك لا أنا مش الطلاق ما يقعش لازم أروح أوثق في المحاكم. يا حبيبي مفيش حد قال كده، مفيش حد قال كده.
كلهم قالوا ان الطلاق الشفوي يقع، وانما اختلفوا فقط هل ان انت تشهد ولا لا. انتهت المساله. والا بقى كل اتنين قاعدين في غرفه مع بعض، حصل بينهم مشكله وطلقها، قال لها انت طالق، هيروح يجيب اتنين من الشارع يوقفهم عشان يشاهدوها. مفيش الكلام ده يا اخوان. ودي من المسائل اللي بتجيلي يوميا. لسه بالامس والله مساله، واحد طلق مراته قال لها انت طالق، راح وثق واحده واتنين ما وثقهمش في المحكمه وعايز يرجع لها. طب ازاي؟ هترضاها على نفسك ازاي؟ سيبك من المحاكم، في فرق بين القضاء والديانه. القضاء قضاء وديانه، انت ديانه لا يحق ليك انك ترجع لها، عند القضاء ترجع لها. طب هو انت بتتعبد لله باتباع القضاء ولا بتتعبد بالله باتباع الله والرسول؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. انت بتروح تتبع الاولياء، تتبع القضاة. القضاة والاولياء والائمه تبع لكلام الله، ولا يقدمون على كلام الله ولا كلام رسوله. صحيح في الاونه الاخيره دي احنا ممكن نروح نشهد منعا للتجاحد وحفظا للحقوق، لكن مش كل واحد يروح يطلق مراته يقول لك لا والله العظيم انا اصلا ما اشهدتش وما وثقتش. حبيبي ما تضحكش على نفسك. لا تتخذوا ايات الله هزوا، ما تبقاش موسوس. قلت لها انت طالق، طلاق خرج صحيح من رجل عاقل ناضج رشيد واع مدرك، غير سكران، غير يعني غير واعي، الكلام ده كله طلاقك صحيح ويقع. مفيش حاجه اسمها انا لازم اروح اشهد. عايز تروح تشهد بعد كده ده امر ليك، لكن الطلاق وقع. ولذلك لو قال لك انت طالق وكانت الطلقه الثالثه ما يرجع لكيش تاني، حتى لو راح وثق واحده. مفيش حاجه اسمها كده. قسما بالله كل شيء بيقربه منك بعد الثالثه، حتى لو وثق واحده في المحكمه، يبقى زنا وعيشتك معاه باطل، ولن تهنئي في عيش معه والله الى يوم القيامه. يا ريت نركز يا اخوانا. حافظ على دينك، دينك لحمك ودمك. حافظ على نفسك، حافظ على نفسك وعلى دينك. ما بقناش غيره نحافظ عليه، هو اخر حاجه في الدنيا نحافظ عليه، واول شيء هتسالي عنه يوم القيامه. الفيديو القادم باذن الله هنتكلم على حكم الاشهاد على الرجعه. طب احنا اتكلمنا على الاشهاد على الطلاق، هل لازم عشان اروح ارجعها بقى لازم يكون في اشهاد؟ ده اللي احنا هنعرفه الفيديو القادم باذن الله. ارجو ان انت تشارك المعلومات دي لو سمحت لكل واحده بتطلق 3 طلقات وعايشه معاه بدعوى ان احنا اصل احنا ما وثقناش. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.